عمالة تحش في اخر زادك وكأنه مال حرام. ايه بلاش اتعشى؟ هو كل يوم لازم تتعشي؟ بلاها عشا ونامي خفيفة، ده حتى اسلم عشان ما يجيلكيش كابوس. انت اكبر كابوس في حياتي. ايه؟ عمال تعد عليا اللقمة، رخرة بتنزل بالسم الهاري، وبحس بسكاكين بتقطع في بطني كل ما اكل قدامك. السكاكين بتقطع في بطنك عشان مش رحمة نفسك. هو مرتبي هيكفي ايه ولا ايه؟ مرتبك ما بيكفيش من سهرك كل ليلة على القهوة. بسهر سفلقة، بقعد جنب اللي بيلعبوا على المشاريب وبشرب على حساب الخسران، وبوفر الشاي والسكر والقهوة للبيت، لكن للأسف اللي بوفره من اليمين بتاكلي بيه من الشمال. يا راجل، ده انا عايشة خدامة ليك وللبنتين، مستكتر عليا اللقمة. لقمة دي رغيفة بحالها. قالوا ايه؟ الحكومة عاملة لكل فرد 5 ترغيفة في اليوم، يعني بنشتري 20 رغيف. مش كانوا يرقصوا بالشقيان اللي زيي ويصرفوا لكل فرد رغيف واحد في اليوم؟ يا راجل، ده الرغيف بشلن، امال لو كنت بتشتريه بثمنه الحقيقي 35 قرش. والله ما كنت اشتريه ابدا. انا الرغيف ب 35 قرش اهي. بقول لك ايه يا وليه، انت بكفاياكي اكل وشيلي الباقي لبكره تتغدوا بيه. هتغدينا اكل بايت يا حجي؟ واغديكم اكل محنط كمان. حرام عليك يا فريدة، حس بيا ولو مرة، ده انا موظف غلبان. بخلك موت جوايا كل احساس، ما بقاش لحياتي معاك اي طعم. ولما هو كده ايه اللي جابرك على العيشة معايا؟ ها؟ البنتين. لا يا اختي بلاش حجج فاضية، نقسمهم. نقسمهم؟ يعني ايه؟ انا اخد نادية الكبيرة عشان تخدمك، وانت تاخدي احلام الصغيرة. طبعا عشان مصاريفها كتير. يلا غوري على بيت اخوكي مكاوي ومعاكي احلام وبالهدمة اللي عليكي. مش خارجة لما اخد حقوقي. اللي هي ايه بقى؟ المؤخر والعفش والنفقة في المشمش، وبيني وبينك المحاكم. ألف ألف مبروك يا أستاذ حجي. الله يبارك فيك يا متر عبد الصبور. اديني خرجت طريقتك من المولد بلا حمص، اثبتت نشوزها وشككت في القايمه واتهمتها بالتزوير فيها، وضميت بنتك ناديه لحضانتك. اهو كده، خليها تعرف ان الله حق ونفسها تتسد. انا مش فاهم ايه اللي توى عقلي وخلاني اتجوز واحده اصرف عليها دم قلبي. الجواز سنه الحياه يا استاذ حجي. مين قال كده؟ سنة الحياة ان يبقى معاك قرش تحافظ عليه وتنميه، مش تتجوز واحدة تبعتر فيه. لكل واحد منا بقى نظرة للحياة بتختلف عن التاني. وبعدها لك بقى يا فريدة، البكا مش هيرجع لك حقك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حجي يا ابن حفيظة. ايوه كده، ارمي حمولك على الله، وبإذن الله ربنا هيعوضك باللي احسن منه. لا يا مكاوي، لا، انا لا يمكن اتجوز تاني واجيب لاحلام جوز امي يسقيها المر. كفايه اللي شافته من ابوها. الله يكون في عون بنتك نادية، ربنا نجاك انت واحلام ووقعها في قرابيز ابوها وبخله اللي ملوش مثيل. يا حبيبتي يا بنتي، يا ترى عامله ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ ايه ده يا بنتي يا نادي؟ ايه في يابا؟ فين حتتين اللحمه اللي قلتلك تشوحيهم؟ شوحتهم وحطيتهم في النملية على ما ترجع. والله القطة خطفتهم. والله ما في قطة في البيت ده غيرك. هقول ايه؟ اقلب القدرة على فمها. سيب امي في حالها يابا. وايه ده كمان؟ انا طلعتلك كبشة لوبيا عشان تطبخيها مع نص كوباية رز. ما هم مستوينهم قدامك يابا. لا، الكبشة كان فيها 15 حباية لوبيا ودول 10 بس، وكمان الرز ده يجي ربع كوباية بس. ما انا اتعشت بيهم. بقى ده كلام؟ بقى دي رباية تتعشي قبل ابوكي؟ ما انت اتأخرت في القهوة وبصراحة كده الجوع قرصني. ياكي تعبان لما يقرصك يا بعيدة. معلش